مشعول مشعلان. 7 سنوات سحقتها الخيل واحترقت في الخيام. هذه ايضا كذب ما لها صحة. يعني هكذا شوف شلون. ولذلك الله لهم بالمرصاد هؤلاء. مجموعة يطلعون يقولون نريد أن نعمل فيلم لكربلاء لواقعة الطف عظيم، يلا. فينتخبون جماعة منهم، وذكرت لبعض الأخوة الشباب، ويروحون 2 3 بعد ذلك يجتمعون. يقول هذا رئيسهم، يقول تعالوا يلا هذا مؤتمر صحفي. ماذا رأيت أنت 3 سنين وين كنت؟ قال كنت أدرس واقعة الطف. عظيم، يعني راح يطلع لهم الآن منهجية كبيرة. شوف الانحراف. قال فوجدت كل واقعة الطف أخبارها كذب ما إلها صح. أنت وجدت واقعة الطف ما إلها صحة وتريد تعمل، إذن كيف تعمل فيلم عن الإمام الحسين؟ كيف تعمل فيلم؟ فما هي اللي ما إلها صحة في واقعة الطف؟ هو اللي نقل أخبار كربلاء. منو اللي نقل أخبار كربلاء؟ الله نقل أخبار كربلاء قبل أن يخلق آدم، نقلها للملائكة. الله نقل أخبار الحسين وأخبار كربلاء لكل الأنبياء. الله نقل مصيبة الحسين ومصيبة أهل البيت لكل الأنبياء. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها. الله يقول قرأوه في سورة الحديد. بعدين الأنبياء كلهم بكوا على الحسين وقرأوا مصيبة الحسين قبل مقتله. جبرائيل كان يقرأ مصيبة الحسين على آدم. جبرائيل كان يقرأ مصيبة الحسين لنوح لما السفينة اهتزت، ونوح قال يا رب ما الذي جرى؟ السفينة تكاد تغرقنا. قال يا نوح إنك على كربلاء، الآن أنت في مصرع الحسين. السفينة اهتزت، هذا لأنك الآن أنت على مصرع الحسين. إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء بطل التوحيد يمر في كربلاء وهو على فرسه فيعثر الجواد ويقع إبراهيم، وأنتم حافظين هالأخبار أكثر منه، إنما هو باب تذكير فقط. ربط هذه الفكرة بهذه الفكرة حتى تأخذ نتيجة. فقال يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال لا يا إبراهيم، ولكن هنا في هذا المكان الذي وقعت أنت فيه وشجت جبهتك، هذا المكان هو مصرع ولدك الحسين. بهذا المكان الحسين يأتيه حجر على جبهته في نفس هذا المكان. فجلس إبراهيم يبكي على الحسين. زكريا اقرأوا أول سورة مريم، اقرأوها أحبابي وشوفوا زكريا لماذا كان يبكي 3 أيام. لأنه علم بما يجري على الحسين. هذه واقعة الطف، ما تنتظر تروح إلى الطبري وابن الأثير تقرأ واقعة الطف. يضاف إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مصيبة الحسين وينقل صور عاشوراء. تعرف الزهراء سلام الله عليها، الآن أنا أفاجئك بهذا الشيء. تعرف الزهراء سلام الله عليها ما أرضعت الإمام الحسين. الإمام الحسين لما لم يرتضع من أمه فاطمة فلا توجد امرأة في العالم تقوم مقام الزهراء وترضع الحسين. لذلك خصوصية للحسين أنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضع لسانه في فم الحسين، كان يضع كفه في فم الحسين. الحسين يرتوي كأنما عسل وحليب، مو معناه يخرج عسل وحليب من يد النبي. هذه أسرار أحبتي، هذه أسرار لازم واحد يعرف شنو معناها. جابر بن عبد الله الأنصاري هذا العظيم يقف على قبر الحسين يقول كيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين. فإذا الزهراء ما أرضعت الحسين. لماذا ما أرضعت الحسين؟ قارين
تأملوا، أقول هاي يمكن أول مرة أفاجئكم فيها. الزهراء سلام الله عليها من يوم حملت بالإمام الحسين سلام الله عليه كانت تبكي على الحسين، والإمام الحسين كان يحدثها وهو في بطنها. ما دام الطفل يتحدث وهو في المهد فيمكن يتحدث في بطن أمه، لأن إذا تقبل طفل صغير عيسى بن مريم يتكلم بالمهد لازم تقبل الطفل يتحدث في بطن أمه، لأن هاي معجزة وهذه معجزة ما فيها كلام. فهي تصغي إليه، تسمع صوت أماه فاطمة أنا الغريب العطشان، أماه فاطمة. أماه فاطمة. أنا المظلوم، أنا قتيل العبرات، أماه فاطمة أنا أسير الكربات. فالزهراء كانت تبكي حتى يوم ولادة الإمام الحسين بكاء الزهراء ما انقطع، ولذلك جبرائيل نزل باللوح الأخضر ونزل بزيارة عاشوراء يوم مولد الحسين، ونزل بتربة كربلاء، والقضية مفصلة يأتي وقتها إن شاء الله. فمن مصيبة الحسين وحزنها على الحسين جف اللبن في صدرها. هذه فاطمة حبيبي، لذلك ما أرضعت الحسين. شوف هاي المسائل كلها. فهذه تحتاج أنك تقرأ تاريخ من ينقل لك واقعة الطف. هي كربلاء تحدثك، هي كربلاء إذا تصغي إلها تحدثك. بعد ذلك من كان مع الحسين؟ الإمام الحسين هو تحدث عن كربلاء، هو تحدث عن مقتله في مناسبات كثيرة، في مواطن كثيرة، وحتى في دعاء عرفة. اقرأوا يا أحبتي الليلة إذا رجعتم بالله عليكم القوا نظرة على دعاء عرفة للإمام الحسين. لاحظوا الإمام الحسين قرأ دعاء عرفة سنة 59 للهجرة، وسنة 60 خرج ما صعد على جبل عرفات، سنة 61 قتل لأن بين شهر. فلاحظ الحسين كيف ينعى نفسه في دعاء عرفة، كيف يذكر أعضاء بدنه التي ضربت، كلها ضربت، صفحة جبيني، أسارير وجهي، يذكر أسنانه، ثغره بأبي أمي، وما ضمت عليه شفتاي، وحمالة أم رأسي، حمالة أم الرأس